ريال مدريد يريد مطاردة برشلونة المتصدر برصيد وصل 76 نقطة بعد فوزه بالأمس على ريال مايوركا، كان بهدف اللاعب داني أولمو. وفي مباراة اليوم فريق ريال مدريد يتمسك بأمله، وإن كان النهاردة بيدخل بتشكيلة فيها 6 تعديلات عن مباراة بلباو في وجود رويديجر وكامافينجا ومودريتش وسيبايوس ورودريجو بالإضافة لبيلينغهام على دكة البدلاء، والدفع بألابا وفران جارسيا لوكاس فاسكيز وجولير وأيضا إبراهيم دياز حال رحيله. مرة ثانية انطلاقة أمامنا هنا، ادي استلام ختافي تريتس، فرصة الدوري المؤتمر الأوروبي. أول كرة عنده فرصة الفوز بلقب الدوري ومتبقي 5 جولات في هذا الفريق. وراؤول اسينسيو في رباعي الدفاع النهارده موجود، وايضا غياب مبابي النهارده والاسماء الغائبه عن التشكيك. مره ثانيه استلم ابراهيم دياز لسه الريال محتاج يسجل مبكرا في لقاء اوكرانيا اللي كان طبعا خضوه في لنا الصوره. ادي يستعيد فينيسيوس بريقه ويعدي، ولكن كرة تطلع امامنا هنا الى خارج. استلام وتسديده وحاوله من جانب اللاعب اللي سدد امامنا هنا الفار. ادي الشده، لا شده ليه ضخمه لكن ما خدش كتير. ادي امامنا كرة عاليه راسيه خطيره، الفرصه المنافسه اتلتيكو مدريد اللي خرج في الكاس. اعارته وتالقه كان مع الميلان في موسمين، لما حلوه قوي وعدى لوكاس يمرر كوره فينيسيوس، هل هو المنقذ؟ استلام على طول ابراهيم دياز بقى المره دي اهو بقدمه الشمال. ابراهيم دياز لكن مره ثانيه سوريا ترجع مره ثانيه. تاثير كبير لتوني كروس وغيابه، وان كان فالفيردي هو اللي بيشيل عبء. ترتطم كره استلام يا ولد يا دياز. ابراهيم دياز جولير بمهاره يا ولد، جول للتركي، جول للتركي امامنا. الريال مدريد عمل هجمه، عمل ايه؟ موجه ورا موجه ورا موجه حتى تحدث الهوجة ويسجل أردا جولير الهدف الأول في هذه الليلة. فرصة كبيرة لإبراهيم دياز، لكن اسبانيا أمام ليتوانيا، ولكن اختار يلعب مع أسود أطلس مع المغرب ويدفع اللقاء. الأسلحة اللي طبعا تكسر أي تكتل في ردة الفعل. هذه استلام إبراهيم دياز الذي مثل ختافي وأيضا أمام أتلتيكو مدريد. ولات متبقية إبراهيم دياز. أنشيلوتي بدأ يبحث عن يعني أردا جولير هو ضمن فرق، وأمام أتلتيكو مدريد زي ما قلت لحضراتكم حقق فوز. كان تشواميني تهدئة اللعب أكيد دي 60 نقطة بعد الفوز النهارده. 5 جولات تحضير هدف إندريه، مش معقول كورة يطلعها أمامنا جينيه. قلنا هيحتفل انريكي امامنا اللي سجل في بلد الوطن. ضغط المباريات طبعا اللي هيكون مبابي، وادي لمسه انريكي حاجه تفتح النفس للاعبين. الامور مع تالق من جانب فالفيردي في هذه اللقطه، ولكن البلوك وبالتحديد على برشلونه طبعا في صراعه على لقب دوري الابطال. جولير ابراهيم دياز يبحث عن التسديد. دياز سوريا مره ثانيه الفولو ورتم اللعب حتى الان. تمريره هنا من جانب ابراهيم، يعني يقول لك فايق. فكرة هو من أبناء نادي المرتدات السريعة. حاول أمامنا هنا بورخ جولير بميسي تركيا على فكرة يملكه من مهارة وإمكانيات، وكان عليه صراع كبير قوي. النسخة الرابعة لدوري الأمم، تسجيل هدف ثاني لتأمين الأمور وتأمين الأوضاع أمام الفريق اللي بيلعب في ملعبه. وأنا انطلاقة جديدة، محاولات من جانب أردا جولير النهارده، يعني وضع نفسه. وصحيح هو ده البرازيلي انريكي اللي بيلعب لاول مره بالمناسبه في الدوري كلاعب اساسي. ملعب تريتس ودانكوم وميا السرعه انريكي، السرعه والمهاره، لكن الخبره هتيجي. كمان رودريجيز المهاجم اللي دخل كبديل امامنا رقم 18 الاورجواني، وكره امامنا الى وجود اردا جولير. والنهارده مشاركه انريكي، الدماء الشابه، الدماء يطلع على طول. خروج موفق من جانب كورتوا، يضيع من يوز، وكرة خطرة جدا. خطأ الدفاعي قاتل امامنا هنا من جانب فرانك الى هدف ثاني انريك. لكن هل فيها رايه؟ هل اسماء الغيبه واوتشي اللي طبعا كان طرد في المباراه الماضيه. ختافي الخطير، لكن مره تدخل رائع من جانب فالفيردي. هنا التحولات السوبة، عايز يعدي كوبا لكن يطلع بالكوره خارج الملعب.
يطلع كوبا لخارج. ابراهيم دياز، فاسكيز اتحرك، خد معاه المساحه وراح وسدد امامنا ابراهيم دياز، ولكن سوريا للمره الخامسه في اللقاء امامنا يتصدى لاحد الكرات الخطيره. ابراهيم دياز امامنا هو في انطلاقه جديده، لمسه المره دي الخطوط المنتظمه الشوط الاول. لوكاس فاسكيز، خروج اندريك ودخول بيلينغهام مع فينيسيوس. اللي بدا امامنا هو اردا جولير، لكن يفقدها المره دي الريال، يفقدها ريال مدريد. الشوط الاول لم يلي وسجل 8 اهداف في دوري. وحكم اللقاء قال لك العب دون قرار. امامنا التحول السريع فينيس حقيقه، ومع وجود ايضا كوبا جوميز وتدخل وانذار. ادي امامنا هنا كره ثابته، بيتر كره قويه، في فرصه هنا للاعب اللي دايما بيسجل. سيطره واستحواذ الشوط الثاني من جانب ختافي. اللقطه ولكن يطلع على طول حارس المرمى سوريا، استمرار للعب بيشري. 100 صاحب الثلاث نقاط حتى الان تشوامني في قلب الدفاع. 100 على فكره سيبايوس